اليوم جبت لكم واحد الكيك كيجي رائع ساهل ماهل، بيضة وحدة وواحد الكريمة اللي ما كتحتاجيش فيها نهائيا ديري كريم شانتيه، كريمة منزلية سهلة ماهلة، وواحد طبقة ديال الشوكولاتة بالمكسرات تتجي رائعة هشيشة بزاف. فرحي وليداتك بهذا الكيك اللي ساهل ماهل توجديه في اخر لحظة. حرتي ما عرفتي ما باش تفرحيهم، اجي نوجدو انا وياك هذا الكيك اللي كيجي غزال وساهل وما فيش بزاف ديال المقادير. الوغ ما نطولش عليكم بزاف ونمشيو نبداو على بركة الله في المقادير. نبداو على بركة الله. كي قلت لكم في البداية كيك بيضة وحدة فقط، بيضة متوسطة ديال الحجم، كنضيف عليها واحد الكيس ديال الفاني، غادي نضيف عليها هنايا السكر، واحد نص كاس ديال السكر، عاد تلقاو المقادير مضبوطه بالغرامات، تقريبا واحد 30 غرام هنايا، واحد قبيصه الملحه لتحسين الذوق. كنخلط مزيان، كنستعمل هنا غير الضراب اليدوي، ما نحتاجوش كاع نهائيا نديرو كهربائي. كنضربو مزيان كيف كتشوفوا حتى كيتجانسوا لينا المقادير وكيتغير اللون ديال البيض، اولا بلا ما تحتاجوا كاع لهاد المرحله، يعني كنخلطوه مزيان فقط. انا كنضيفو نص كاس ديال الزيت، بالنسبه الى عبرنا بالغرام 30 غرام ديال الزيت. صافي تنخلطو مزيان بهذا الشكل هذا حتى كيتجانسوا لينا المقادير بهذه الطريقه. صافي من بعد انا غادي نضيفو الحليب. هنا الحليب عندي كاس عامر ديال الحليب، الى عبرنا بالغرامات واحد 60 مليلتر ديال الحليب. صافي تنحركو مزيان الخليط مع بعضياته بهذا الشكل هذا حتى كنحسوا به صافي يتجانسوا لينا المقادير بهذا الشكل. صافي هنا غادي نضيفوا الدقيق. انا الدقيق راه انا مغرب له من قبل، هنا عندي 100 غرام ديال الدقيق كي كتشوفوا، ما درتوش كله، خليت واحد 2 معلقات اللي غادي نعوضهم هنايا بمعلقه ديال الكاكاو ومعلقه ديال الفيرميسيل. الا ما بغيتوش ديروا الكاكاو فيرميسيل كديروا 100 غرام كلها ديال الدقيق. كنضيف هنا واحد ساشي ديال خميره ديال الحلويات الوزن 7 غرام. صافي تنخلطو مزيان كيف كتشوفوا حتى كيتجانسوا لنا المقادير وكيتبدل اللون. انا غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الخل. صافي تنخلطو مزيان. هنايا الفران حنا كنكونوا شاعلينو على قبل على درجه ديال 180 درجه. كتشوفوا هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها في الخليط. كيف كتشوفوا الخليط ما تيكونش خفيف، تيكون شويه غادي العقوديه عقد شويه. صافي هنا غادي نديرو هنايا كيف كتشوفوا هنا المول اللي درت هنايا لو سيركل العبار ديال 21 سنتيمتر، حيت ما كانش عندي مول في هذا العبار درت هذا لو سيركل. دهنتو بشويه ديال الزبده ورشيتو بشويه ديال الدقيق. صافي هنا غادي نيطالي مزيان هذاك الكيك في هذاك داخل هذاك لو سيركل، كندخلو يطيب ندخلوه يطيب في الفران ونمشيو نوجدو معكم هذيك الطبقه الثانيه اللي غادي نديروها على الكيك منين يطيب. كنحتاج فيها واحد نصف لتر من الحليب، غادي نحتاج معها واحد، عندي هنايا نشا ديال الذره واحد 2 معالق كبار ديال النشا الوزن ديال 40 غرام. غنضيف عليها 2 معالق ديال السكر، وضفت عليها 2 معالق ديال الكاكاو. وبالنسبه للزبده والقطع ديال الشوكولاته هادو غادي نخليهم حتى غادي نطيب لنا الكريمه. هنا كنخلطوا على البارد المقادير ونديوهم يطيبوا فوق النار فوق العافيه حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. كتعقد لينا الخليط كيف كتشوفوا كيعقد لينا بهذا الشكل. هنا عاد غادي نضيفوا هذيك المعلقه ديال الزبده ونضيف عليها هذوك القطع ديال الشوكولاته بهذا الشكل هذا. هنا الا ما كانش عندكم قطع ديال الشوكولاته كتقدروا ديروا حتى الحبيبات ديال الشوكولاته هما كينفعوا. صافي هنا كنخلطوا الخليط حتى كيتجانسوا لينا هاد المقادير. كنخليوها هنايا كتبرد. انا في هذا الاثناء الكيك ديالنا كيف كتشوفوا راه وجد. كنديروا في الطبق اللي غادي نزينوا فيه الكيك مباشره. هنايا كيف كتشوفوا سقيته بالحليب البارد، ولا عندكم القهوه سريعه الذوبان كديروها في عوض الحليب. هنا كيف كتشوفوا الكريمه اللي وجدنا معكم غادي نيطاليها مزيان على الوجه ديال الكيك ديالنا بهذا الشكل هذا. نقادها مزيان. هنا ملي غادي نيطاليها كنخليوها تبرد، سواء دابا الحل بارد يا اما نديروها في الثلاجه ولا نخليوها فوق على سطح العمل في المطبخ. صافي بهذا الشكل هذا. من بعد ما ايطالينا غادي نخليوها تبرد ونمشيو نوجدوا اخر طبقه اللي هي الكاناش. كنحتاج فيها هنا واحد 80 غرام ديال الشوكولاته، تكون النسبه ديال الكاكاو فيها طالعه. انا عندي هنا 50%.
كيف كتشوفوا درت معاها الحليب، درت معاها 2 معالق كبار ديال الحليب سخان صافي حتى داب ولا على هذا الشكل. ضفت عليها واحد المعلقه ديال الكراميل، وهنا ضفت عليها واحد 60 غرام خليط ديال المكسرات ديال اللوز والكركاع وشويه ديال الكاوكاو صافي. خلطتهم بهذا الشكل هذا حتى حصلنا على هذه النتيجه هذه كيف كتشوفوا. هنايا من بعد غادي نخويو هذاك الكاناج ديال الشوكولا فوق هذيك الطبقه اللي صوبنا ديال الكريمه اللي درناها بالحليب والكاكاو بهذا الشكل هذا والنشا وشويه ديال السكر صافي. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما ايطالينا هذيك الكرناش على الوجه ديال الكيك ديالنا هنا صافي تقريبا كملنا الكيك. انا غادي نخليوه يبرد واحد ساعه المكانه ونتلاقى معكم في الطبق الاخير اللي هو طبق الزين. كيف كتشوفوا النتيجه ديال الكيك ديالي هي هذه. ما نعاودش لكم واحد الريحه طالعه منها غزاله بزاف. كيف كتشوفوا كنتمنى تكون عجبتكم وجربوها. كي قلت لكم في البدايه راه كتجي رائعه ولذيذه بزاف، وكيف حتى المقادير ماشي شي مقادير اللي كثيره وسهله. غادي نقطع معكم واحد لو مورسو باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل ديالها هذيك الهشاشه وديك التعليكه ديال داك الشوكولا. كنتمنى الا وصلتوا معايا حتى لهنايا ما تنسونيش من لي لايك ديالكم والتعليق ديالكم المحفزه، وكنشكركم بزاف 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 والله يجعلها في ميزان حسناتكم. كيف كتشوفوا راه من التقطيعه كتبان هشيشه بزاف. فوالا كيف كتشوفوا هنا راه مازال كان خاصها تبرد، ولكن راك عارفين مع الوليدات خصك ضروري يفوت تكملي خصك تحطي ليهم يذوقوا. فوالا انا كيف كتشوفوا غادي نقطع معكم باش تشوفوا الهشاشه ديالها والرطوبيه ديالها والتعليكه ديالها كيف جات. واحد المذاق ما نقول لكمش. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا في التعاليق كيف جاتكم الكيك، ونخليكم في رعايه الله ونتلاقاو في فيديوهات مقبله وبسلام عليكم.